جبوه حرصان مكي. رفع اعتقال القائد عبد الله أوجلان بمؤامرة دولية قذرة وتسليمه للدولة التركية الفاشية، وهو يعيش منذ 24 عاما في ظروف سياسة العزلة المشددة التي تفرضها الدولة التركية عليه في سجن إمرالي. وقد انقطعت المعلومات عنه منذ أكثر من 22 شهرا. دولة الاحتلال تواصل سياسة العزلة بانتهاك ليس له مثيل في العالم كله وبتواطؤ من النظام العالمي. ولأجل إنهاء هذه العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتأمين حريته الجسدية، تخوض شعوب المنطقة والشعب الكردي نضالا تاريخيا في كافة المجالات والميادين المختلفة من أجل ذلك. ويأتي ذلك وسط محاولات القوى العالمية والأنظمة الاستبدادية في المنطقة وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي محاربة ذلك بكل ما تملك من قوى وأدوات حرب قذرة. إن هدفهم جميعا هو القضاء على نهج القائد عبد الله أوجلان وفكره الذي يدعو إلى التعايش المشترك وقبول الآخر والدفاع عن كافة مكونات الشعب وهويتها وثقافتها وحضارتها. فلسفة القائد عبد الله أوجلان التي تتخذ من مبدأ حرية المرأة وقيم الحضارة الديمقراطية الحقيقية وأسس المجتمع باتت تشكل اليوم مفتاح الحل والسلام لكافة القضايا الشائكة في الشرق الأوسط والعالم بأسره. يخوض القائد عبد الله أوجلان منذ 50 عاما نضالا حقيقيا من أجل سلام الشعوب الحقيقي الذي يبني جسور التواصل بين جميع الشعوب على اختلاف أطيافها وتنوعها الحضاري والثقافي. وقد استطاع من خلال المقاومة التاريخية التي يبديها في سجن إمرالي منذ 24 سنة تحطيم كافة مخططات القوى العالمية المهيمنة ضد الإنسانية وشعوب منطقتنا وخلاصها من قوى الشر والاستبداد. وأثبتت كذلك أن التغيير تصنعه الإرادة والصمود وتلاحم القوى الشعبية المؤمنة بحريتها وثقتها بتحقيق أهدافها. الكل بهذه اليوم وبهذا التاريخ بعد اعتقال القائد أوجلان شهد شرق الأوسط أحداث متسارعة ساهمة في خلق أزمة حقيقة مستمرة إلى يومنا الراهن، وسبب الرئيس إجهاض السلام والقضاء على أي فكر ديمقراطي في المنطقة وشرق الأوسط، والأهم القضاء على حرب الشعب الثوري يوم الخامس. مهما تكلمنا عن هذا اليوم فلا نستطيع أن نعبر عن مدى آلامنا وأوجاعنا. نحن كالشعب شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر هذه المؤامرة التي استهدفت القضاء على الإنسانية وتفريق بين مكوناتها وأديانها. فنحن اليوم من هذا المكان بكافة المكونات وطوائفها وكافة الجنسيات نطالب ونؤكد عن الإفراج الجسدي للقائد عبد الله أوجلان وأخراجه من السجن مهما طالت المدة. طالت الأيام سوف يأتي يوم وتشرق شمس الحرية من جديد، كما تم إفراج عن سيدنا يوسف بعد ظلمه وسجن لعدة سنوات طويلة، ومن ثم تبين الحق والحقيقة وزال الظلم وظهر الحق.